غادي نشوفوا واحد التقسيم ديال الميزانيه ديال واحد السيده يلاه بدات كتخدم، ونشوفوا واش غادا مزيان، واش كتداخر ما كتداخرش، شحال كيشيط ليها، واش غادا في لا بون فوا ولا لا. السلام عليكم. السيده اللي بارطاجات معنا البروفيل ديالها هي واحد البنت عازبه عندها 24 سنه. يلا بدات الخدمه 10000 درهم، يعني مليون الفرنك. مقسمه كالتالي: كتعطي الوالدين ديالها 40000 ريال 2000 درهم، كاريه ب 40000 ريال 2000 درهم. عندها في لي شارج ديالها اللي عندهم علاقه مثلا بالدار، الماء والضوء والويفي والتليفون 500 درهم. لي كورس ديال الدار باش كتجيب التقضيه وداك الشيء 1500 درهم 30000 ريال. ترونسبور ديالها 400 درهم 8000 ريال. الخروج ديالها والعنايه الشخصيه ديالتها 900 درهم اللي هي 18000 ريال. من هاد الشيء كله كتشيط ليها تقريبا 2500 درهم اللي هي 50000 ريال. 2500 درهم اللي كتشيط ليها. والسؤال ديالها واش هادشي مقسم مزيان ولا خاصها تجمع راسها ولا تبروفيتي بلوس. بالمناسبه انها يلا بدات تخدم، شنو النصيحه اللي نقدروا نعطيوها؟ نبغيو النصائح ديالكم نتوما في التعليقات. الراي ديالي انا في الموضوع انه التقسيم اللي دايره مزيان ديجا، سي تري بيان بالنسبه انها قدرت تشيط 2500 درهم. 2500 درهم من 10000 درهم راه تقريبا كندويو على 25%. خصنا نعرفوا ان بالنسبه لتقسيم الميزانيه، يعني الانسان كيوصيو مثلا ب 50% في الاساسيات، 30% في الكماليات، و20% في الادخار. هي دابا وصلت ديجا ل 25% في الادخار، يعني فيه حتى 20% الاصليه، سو كي تري بيان. هذيك 25% انا بالنسبه لي هذيك 2500 درهم ما خصهاش تبقى تجمعها. باغ كونطخ خصها تبدا تفكر في الاستثمار. فوقاش خصها تبدا تفكر في الاستثمار؟ خصنا نعرفوا بان باش تقدر تبدا تفكر في الاستثمار خصها تكون جمعات واحد اللي كنسميوه لو فون دورجونس ديالها، اللي هو لو فون درولمون. لا طرات شي مشكل، لا طرا هذه كيكون عندها واحد لو فون صندوق الطوارئ. تماما. لا كان عندك واحد المشكل ولا شي حاجه كتاخذ منه هو هاد صندوق الطوارئ. تقريبا خصو يكون واحد 3 ديال لي صالير. يعني في الحاله ديالها هي بالنسبه لي خصها تجمع واحد 3 المليون حتى ل 4 المليون، تكون عندها دو كوتي ما تمسهاش. هذه عاد بدا تفكر في الاستثمار. يعني كل شهر دابا هذيك 2500 درهم تشدات وحطها كوتي، سواء في البنكه سواء عندها في الدار. اون فوا تجمع 3 المليون الى 4 المليون تبدا تفكر هذيك الساعه في الاستثمار. وخصها تبدا تفكر من دابا شنو هما الطرق ديال الاستثمار اللي كيوالموها. واش عقار، واش ذهب، واش اسهم في الابناك، واش تجاره الكترونيه، تجاره عاديه. يعني فوالا خصها تبدا تفكر في الحوايج اللي كيوالموا ليها الميول ديالها واللي كتفهم فيهم. هذه حاجه اساسيه. وتبدا تاخذ من شويه المعلومات، ولكن هذا الشيء ما تبداه ولا ما تبدا تفكر فيه حتى تكون دارت صندوق الطوارئ اللي دوينا عليه في الاول. بالنسبه للبقيه اللي شفنا الوالدين 2000 درهم، هذه لا نقاش فيها. الوالدين هما الاولين، يعني الا كان الوالدين كيحتاجوا هذيك الفلوس ما نقدروش نحيدوا منهم. الوي عندنا مزيان حتى هو بالنسبه ليا. باغ كونطخ دوكور واخا تزيد في الصالير تحاول تبقى في هذا الوي هذا. يعني ماشي تقول انا مثلا غادي ندوز من 10000 درهم ل 15000 درهم، لا راه خصني نبدل الدار ونزيد في الدار. لا، ما كاينش واحد البزوان دخول ثاني. لا ديجا ما كاينش واحد البزوان انني نبدل الدار مرتاحه في الدار. صافي الله يجعل البركه، نبقى ب 2000 درهم وخزت الفلوس ديال الصالير كنبقى في الدار ديالي. لي شارج عندنا مزيانين حتى هما، ما كاين فيهم حتى ريدكسيون بوسيبل. بالنسبه لي 500 درهم مواتيه بالنسبه للضوء والماء والويفي. لي كورس 30000 ريال، لا بغات تحيد منهم شي حاجه قليله ماشي اورجون. يعني الشخص بالنسبه لي ما بين 25000 ريال يعني 1250 درهم حتى 1500 درهم راه مزيانه. ترونسبور 400 درهم مزيانه. والخروج حتى هو بالنسبه انها يلاه بدات حياه العمليه 900 درهم في الشهر. بالنسبه لي حتى هي مواتيه. ابخي لا بغات تنقص منها شويه باش تطلع ديك 2500 درهم لواحد 3000 درهم، علاش لا؟ يعني تقدر تلعب بالنسبه لي انا على لي كورس وعلى الخراجات. لا بغات تنقص واحد 500 درهم سيده. اما انا ما بغاتش، انا قلت لك ديجا 25
في المية راه مزيانه كبدايه، الله يسخر لها الامور.